خماسية مكررة للنسور قاسيون أمام الساموراي بعد حصة تدريبية. اليابان تفضح الكرة السورية. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. تعرض المنتخب السوري لخسارة قاسية أمام المنتخب الياباني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث ظهر المنتخب السوري لا لون ولا طعم ولا رائحة، وساعد المنتخب الياباني على أداء حصة تدريبية أسهل من الماء، وبالنهاية كانت الخسارة ب5 أهداف من دون مقابل. ويعد الحارس إبراهيم عالمة الأفضل بين لاعبي المنتخب المفكك رغم تلقي 5 أهداف، حيث تصدى ل3 أهداف محققة. ويبدو أن نتيجة 5-0 باتت ماركة مسجلة لخسارتنا أمام اليابان، فهذا يحدث للمرة الثانية في 3 مباريات بين المنتخبين ضمن تصفيات المونديال. واللافت أن المباريات الثلاث خلت من أي هدف سوري مقابل 13 هدفا بمرمى إبراهيم عالمة المسكين، الذي لم يكن يدري كيف تأتيه الصياط المثلى لاحقا نتيجة غياب الرقابة الدفاعية ونوم خط الوسط في عسل الفوز الخاضع على كوريا الشمالية. المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ظهر ضعيف الحيلة غير قادر على إيقاف المد الياباني، وأراد إظهار العين الحمراء للاعبين منذ البداية عندما ركن الخبيرين محمود المواس وعمر خريبين على مقاعد البدلاء، وهو ما لم يتجرأ مدرب قبله على ذلك. ثم أبعد عمر السومة بين شوطي المباراة، ونخشى أن يكون ذلك لخلاف في وجهة النظر بين الكابتن والمدرب، وخاصة أن عمر السومة ظهر معزولا عن خط الوسط ولم تصله أي كرة يمكن الرهان عليها. منذ البداية ظهر الحرس السوري على عدم تلقي الأهداف، ولم يكن هنالك أدنى سعة لطرق المرمى الياباني، فغابت الحرس السورية طوال الدقائق ال90 ولم تكن التبديلات في الشوط الثاني مفهومة، حيث دخل ماري ديك مكان السومة والمواس مكان الويس ورمضان مكان هيسار، ولم يكن هناك أي تحسن في المردود إذ بقيت بوصلة اللعب باتجاه المرمى السوري. المنتخب الياباني لم يستعجل طرق المرمى، وظهر أن الأهداف تطبخ على نار هادئة، وهذا ما حدث. وظهر للأعين أننا نشاهد مباراة في الملاكمة بين الوزن الثقيل ووزن الذبابة. الوقوف مع الذات. الفوز على كوريا الشمالية أن من المظاهر الخاضعة، وقلنا إن المهم تحقق، وخاصة أنه المنافس المباشر لمنتخبنا على البطاقة الثانية، والجميع اتفق على أن الكرة ابتسمت للاعبينا ومدربنا في أول امتحان حقيقي. والخسارة أمس ليست نهاية العالم، ويمكن الاستفادة منها قبل النهائيات القارية للوقوف مع الذات، وهذا برسم المدرب كوبر المطالب بإخراج اللاعبين من الحالة فقدان الثقة. ويجب البحث عن المباراتين وديتين بمستوى عال قبل آسيا، وخاصة أننا سنواجه خصمين قويين وهما استراليا وأوزباكستان. التشكيل الأساسي: بدأ مدربنا بإبراهيم عالمة في المرمى، وسائر كروما وعمر ميداني وعبد الرحمن ويس وعمر جنيات للدفاع، وفهد اليوسف ومحمد عنز وإيزاكيل العم ومحمد عثمان وإبراهيم هيسار للوسط، وعمر السومة للهجوم.